فيديو النهاردة فيديو رائع، فيديو ممتاز، فيديو كلنا مستنيينه. كنت نزلت لكم منه شورت من فترة، بس سوري اتأخرت في نزول الفيديو. بس بجد هو فيديو رائع هيعجبكم كتير. يلا شير ولايك وسبسكرايب وبينا على المقادير. معانا 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات. انا بقراه لكم اهو متعدد الاستخدامات. ايا كان نوع الدقيق لازم ننخله. تمام، لازم ننخله نخله كويس جدا. لو هتعملي بيه اي حاجه ان شاء الله بشاميل حتى لازم يتنخل. تمام، كمان هضيف لكم عليه معلقه بيكنج باودر، معلقتين خميره، رشه ملح، وكمان معلقه سكر من معلقه لمعلقتين. السكر طبعا بيخليها كريسبي وذهبي من بره، وبتبقى من جوه مورقه وهشه وجميله في منتهى الجمال. احنا النهاردة هنعمل الفيديو دون لقمة القاضي او العوامة او البقلاوة زي ما انتي بتقوليها. شوفي انتي فين، لو في تركيا عوامة، في مصر لقمة القاضي او زلابية. تابعوا طريقة التحضير والمقادير وان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة. بس كمان هنضيف كوبايتين مية، بس هنحط الكوباية الأولى. تمام، وبعد كده هبتدي احط الكوبايه التانية انصص، احط نص واستنى، لان طبعا كل دقيق يختلف عن الدقيق تاني في احتياجه للسوائل، سواء ميه او ماده دهنيه. طبعا النهارده مش هنستعمل ماده دهنيه غير في القلي. تمام، بلس بقى ان لازم تكون الميه دي دافيه، لانها لازم تحرك السكر مع الخميره فتكون دافيه، وتغطي عليها علشان تتفاعل بسرعه الخميره طبعا. يلا بينا بقى نعمل الشيرة بتاع الزلابية او بيقولوا الشربات بالمصري. معايا 3 كوبايات سكر او 3 مجات سكر، وكوباية ونص من المية. هو ده الشيرة بتاع الزلابية. ومعايا كمان رشة فانيليا، ومعلقتين عسل نحل كبار او ممكن تستبدليهم بسكر الجلوكوز، وربع معلقة ملح ليمون بيدي مزازة كده حلوة، او عصرة ليمونة. فشوفي استبدلي، شوفي ايه المتاح عندك واشتغلي بيه. بس كده هنقلبه على البارد كويس لحد ما حبيبات السكر تدوب، وبعد كده هرفعه على البوتاجاز ومش هقلب بقى تاني من 5 دقايق ل10 دقايق. لما السكر يربط احس كده ان هو تقل شوية، انزله من على النار يهدى.
لان انا مش هضيفه على الزلابية او اضيف الزلابية عليه الا لما يكون بارد. وهنا العجينة اختمرت اهي وساحت، وكانت هتقع من البولة، بس الحمد لله انا لاحظت الاختمار بتاعها بدري شوية. فانا بقى هطلع كل الفقاعات دي، فما ينفعش ان انا اشتغل في الزلابية هتبقى مجوفة جامد من جوه. هي تجويفة حلوة في الزلابية والتوريقة من جوه، بس مش للدرجة دي، لازم اطلع الهوا ده كله. بصوا بقى، اللقطة دي انا عملتها وضاعت مني في التصوير. تمام، لقيت الفيديو مش بيفتح، فاضطريت تاني يوم ان انا اعمل برضو زلابية علشان اوريكم انا ازاي قليتها. بتجيبي كيس حلواني او كيس تلاجة عادي، وتقطعيه قطعة صغيرة من تحت، وتبلي المقص من الزيت، وتبتدي تقصي كده على قد الحجم اللي انت عايزاه، وداعا للاشكال الفضائية اللي بتطلع. فالطريقة دي ممتازة جدا. انا اول مرة اعملها في الفيديو بقى الاساسي، بس ده كان تاني فيديو تاني يوم. فانا زي ما قلت لكم المقطع ده مهم جدا، او حتى العباية اللي انا لابساها هنا سودة، لكن العباية اللي انا صورت بيها الفيديو الاساسي كانت تركواز. المقطع ده كان مهم جدا، فاضطريت ان انا اعمل زلابية تاني يوم عشان اوريكم انا عملتها ازاي ونزلتها في الزيت ازاي بكل سهولة، وطالعة ما شاء الله اللهم بارك. كمان انت بتقليها للون الذهبي وبتطلعيها، ما بتتقليش قلي كامل، انت بتطلعيها تتهوى شوية وبعدين تنزليها الزيت تاني تاخد الكلر النهائي. وبعد كده بتضيفي الاضافات بتاعتك اللي انت عايزاها. هنا كانت كبيرة شوية، وكمان الزيت كان بارد حبة، فعشان كده حسيت ان هي كبرت او فرشت شوية في الطاسة. بس هنا ما شاء الله دي تاني مرة، دي المرة التانية ان انا حطيتها. وايه يعني بعد ما اتقلت حطيتها تاني في الزيت. تمام، عشان تاخد الشكل الذهبي دون، والايه والنتيجة النهائية هتبقى رائعة تحفة. لو كنت وصلتي لحد هنا اعملي شير، اعملي سبسكرايب لو مش مشتركة، لان احنا الفترة الجاية نعمل فيديوهات كتيرة جميلة حصرية، مش عايزاها تفوتك وعايزاكي تفيدي بيها الجميع. شيري بقى على الفيس، على اي منصة انتي موجودة عليها، عشان الكل اهو شايفين، عشان الكل يستفاد. يعني دي تاني آلية. تمام، كمان الأطعمة اللي في الآخر بتاعتك، حباها نوتيلا، حباها سكر، عسل، اللي انتي عايزاه. انا عملتلك الثلاث أطعمة وانتي اختاري. حابة تزيدي طعم زيادة او عارفة طعم زيادة وانا مش عارفاه، حطيلي في الكومنت، هرد عليكي. اما هنا بقى هنضيف التاتش الاخير. طبعا انا قلت لكم من شوية ان احنا هنعمله بثلاث اطعمة، نعمل الزلابية بثلاث اطعمة، بالعسل وبالسكر والنوتيلا او الدانت. تمام، في ناس بتعمل بصوص اللوتس بالقرفة. فانتي حابة الطعم اللي انتي عايزاه، حابة الأطعمة كلها، الخطوة دي بتاعتك انتي، حسب ما انتي حابة.
عايزه اقولك حاجات مهمه في اخر الفيديو ما تنساهاش في عمل الزلابيه. الميه اللي هتضيفيها على الدقيق لازم تكون دافيه. رشه الملح ما تنسيهاش. ايه تاني؟ ملح الليمون للعسل جميل جدا، كنت اول مره اعمل بملح الليمون. فدي التكات المهمه قوي في الزلابيه النهارده. ما تنسيش تضيفي معلقتين سكر للدقيق قبل العجن، بيخليها ذهبي او كريسبي من بره. بس كده، وده الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون خفيف عليكم ويكون أضاف لك. اكتبي لي في الكومنت رأيك، يهمني أكيد وهرد عليكي. وتفضلوا معانا، وباي.